ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. شعرية النهاردة دي يا بنات شعراية كشاشة، ولكن فتلة الشعرية ذات نفسها ضعيفة وتلفة كده، فدي بتخليني مفيش معايا مساحة ان انا اتحرك واتعامل مع الشعرية براحتي. لا، في تعامل في اطار محدود وفي اطار معين، ان الشعرية عايزة معالجة واخلي بالي منها عشان الشعرية ما تبصش ولا ما تقعش. ودي كمان عروسة، وحتى لو مش عروسة ما كانش ينفع ان انا اشوف الشعرية ضعيفة او الشعرية خفيفة كده ورفيعة وما هيش مستحمل. الفتلة الشعرية اما تكون تخينة بتيجي تبص تلاقي الشعرية بتعرفي ان انت تتعاملي معاها كويس او بتتعاملي معاه من غير خوف. ولكن شعرية النهاردة كنا بنتعامل معاه واحنا خايفين، وكنا بنتعامل معاه بحذر. ولكن الحمد لله الحمد لله بفضل ربنا وصلنا لنتائج حلوة، وشعر كان حلو ومتعالج، وشعراية ناعمة وما شاء الله ومتغذية زي ما انتم شايفين كده، لمعتها وطراوتها وحلاوتها ما شاء الله. والله الصورة ظلمة الشعر، وكمان جاب لون، بجد لون جميل جدا. اصلا الشعراية كان شعريتها من اللي هي من ناس، يعتبر من الناس الشقرة يعني، في البنيات كده.